أثارت تصريحات النائبين نشأة القصاص وأحمد أبو عقرب عضوي مجلس الشعب عن الحزب الوطني والخاصة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين ووصفهم بأنهم خارجين على القانون ردود فعل متباينة في الأوساط المراقبة، لتصدر وزارة الداخلية بيانا عقب الاجتماع المشترك للجنتي الدفاع والأمن القومي ولجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب أن التناول الإعلامي لتعامل الشرطة يوم 6 أبريل جاء بعيدا عن الدقة وعن سياق الرد. وشدد البيان على تأكيد احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وفق المادتين 54 و47 واللتان تكفلان حرية التعبير وحق الاجتماع الخاص، وأن القانون المنظم لعقد الاجتماعات والمسيرات ينص على اختار جهات الاختصاص، وفي حالة الرفض يكون من حق مقدم الطلب الطعن أمام القضاء، ويعاقب القانون على مخالفة ذلك. وأضاف البيان أن الشرطة التزمت بضبط النفس وعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين رغم مخالفتهم للقانون بالخروج للتظاهر دون موافقة الأجهزة الأمنية وإصابة البعض من رجال الشرطة. كما جرى التأكيد من خلال ممثل وزارة الداخلية في مجلس الشعب في اجتماع الأحد الماضي، والذي نوه فيه إلى أن القانون الذي ينص على حق رجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبه إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لذلك. كما أشير إلى تحديد القانون لحالات استخدام السلاح الناري على سبيل الحصر، ومنها فض التجمهر أو التظاهر إذا عرض الأمن العام للخطر، وذلك بعد الإنذار بالتفريط وفقا للضوابط. كانت مظاهرة 6 أبريل الماضي هي التي أعادت ملف التظاهر للصعود مرة أخرى على السطح، مع ما وصفته المنظمات الحقوقية بتعامل متجاوز من الأمن مع المتظاهرين، ليمتد الأمر إلى تقديم المنظمات الحقوقية طلبات لرفع الحصانة عن النائبين القصاص وأبو عقرب بسبب تصريحاتهم. من المعروف أن التظاهر السلمي حق يكفله الدستور، ولكن تصريحات نائبي مجلس الشعب والبيان الرسمي من وزارة الداخلية يطرحان علامات الاستفهام حول ماهية التظاهر السلمي وحول القوانين التي تنظمه وتنظم التعامل الأمني معه.